حبايبي النهارده معانا فكرتين، فكرة عن دعك السجاد على الناشف وانتي واقفة مكانك بمنتهى السهولة. دي فكرة حصرية على اليوتيوب، وكمان فكرة تانية بتبدأ من نص الفيديو عن دعك السيراميك بتاع المطبخ والحمام، خاصة الدهون الصعبة وانتي برضو واقفة مكانك. فكرة برضو حصرية. تابعوا معايا الفكرتين لحد آخر الفيديو عشان تستفيدوا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. شجعونا بلايك عشان نقدم لكم أفكار أحسن من كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم مروه من قناه سوبر مروه وزهره. النهارده حبايبي جايين نعمل فكره جميله جدا، فكره حصريه هتشوفوها لاول مره على اليوتيوب، ان شاء الله تعجبكم. هنساعد ست البيت اللي بتتبهدل في شغل البيت، وانا منكم طبعا. بنتبهدل في شغل دعك السيراميك، في دعك السجاده على الناشف. هقول لكم على فكره جميله جدا النهارده، ان شاء الله تعجبكم، ومن حاجات موجوده في البيت ويكاد نكون بنرميها. لا، النهارده ان شاء الله مش هنرمي حاجه، هنستغل كل حاجه موجوده في البيت. تابعوا معايا الفكره للاخر، وما تنسوش اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس، وندعم القناه باذن الله. واللي بيشوفني لاول مره يدوس علامه الاشتراك السبسكرايب الحمراء اللي موجوده تحت الفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه طبعا حبايبي، احنا هنتكلم النهارده عن تنظيف السجاد على الناشف. بنحتاج ايه في تنظيف السجاد على الناشف؟ بنحتاج طبعا حاجه تدعكه في نفس الوقت، ما يبقاش مبلول قوي عشان ينشف معانا بسرعه. بيبقى من وقت للتاني حاجه تلم معانا الوبره، حاجه تنظف السجاد. النهارده هنستخدم الليفه اللي احنا بنستخدمها في الحمام او في الشاور. لو عندك ليفه زي كده قديمه اهي، دي بالنسبه لي قديمه بقالها فتره. وكمان السفنج بتاعها او طبقات البلاستيك بتاعتها بدات ان هي زي ما انتم شايفين كده تبقى منخفضه، فخلاص اوكي اوريدي هي مش محتاجاها خلاص في الشاور. قلت ان انا استخدمها في فكره تانية، فطبعا الفكره دي هقولها لكم ان شاء الله باذن الله تعجبكم جدا. لو عندك ليفه زي دي قديمه، وعندك كمان راس مساحه زي ما انتم شايفين كده، الراس دي برضو بالنسبه لي قديمه، ما عادتش ان هي بستخدمها، حتى يمكن المكان بتاعها اللي بدخل فيه العصايه اهو، يعني كنت عامله بمسامير وكده، فقلت لا انا ممكن استخدمها في حاجه تانية. لو مش هقدر ان انا استخدمها كمساحه، لان الجلده بتاعتها بدات ان هي تدوب، يعني مش تدوب بس، يعني ما بقتش تنجز معايا زي الاول. قلت لا هستخدمها في حاجه تانية. طيب عايزين نعمل ايه؟ ننضف السجاده على الناشف. فجت لي الفكره دي زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان انا ادخل الليفه هنا اهو. هبدأ من نص كده، من نص الليفة، عشان طبعا زي ما انتوا عارفين المساحة ليها جزئين. هبدأ من نص الليفة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ادخل في واحدة واطلع من الناحية التانية زي ما انتوا شايفين اهو. ادخل في دايرة. طبعا الليفة هي اصلا بتبقى كده، يعني بتبقى معمولة حلقات كده، احنا هندخل في حلقة ونطلع من الحلقة التانية لحد ما ندخل الجزء ده، وبعدين نعمل نفس الموضوع من الناحية التانية اهو. هبدأ ادخل في حلقة زي ما انتوا شايفين، واطلع من الحلقة التانية لحد ما كل الحلقات اللي في الليفة تخلص مني اهي. زي ما انتوا شايفين كده، انا كده كل الحلقات اللي في الليفة خلاص خلصت مني، واتبقى معايا الرباط اللي هو بنمسك منه الليفة اثناء الشاور عشان ندعك مثلا منطقة الظهر اهو. الرباط ده هبدأ ان انا اشبكه هنا كده في رقبة المساحة اهي. والرباط التاني برضو اللي في الناحية التانية هبدأ ان انا ادخله في راس المساحة من هنا اهو. بقوا الرباطين ماسكين لي الليفة كويس جدا على المساحة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. اهو كده انا يعتبر ثبت الليفه بطريقه جميله جدا، ما تقدرش ان هي تتخلع معاكي ابدا. كده خلاص احنا الفكره بتاعتنا تعتبر بقت جاهزه. هنعمل ايه بعد كده؟ هنركب العصايه بتاعه المساحه نفسها، اللي هو ايد المكنسه او ايد المساحه، وهنلفها عادي، هنظبطها يعني. وبعدين هنبدا ان احنا نستخدمها في دعك السجاده على الناشف. ازاي؟ هنبدا نحطها في المسحوق او الصابون في الميه، وبعدين ناخد ونطلع على السجادة، ندعك السجادة رايح جاي كده واحنا واقفين، من غير ما نوطي، من غير ما نتعب ايدينا. يعني ايدينا مش هتبقى مباشرة للليفة او للفرشة او لليد لراس المكنسة نفسها او راس الفرشة. لا، ده احنا كده هنبقوا ماسكين العصاية بتاعة المساحة من فوق واحنا واقفين زي ما احنا. طبعا في ناس كتير، في سيدات بيوت كتير بيبقوش قادرين ان هم يوطوا، بيبقى عندهم مشاكل في الظهر، مبيبقوش قادرين ان هم يوطوا، يكاد يكونوا بيصلوا فرض ربنا
ان هم يسجدوا او يعني يوطوا بالعافيه، لان بيبقى عندهم مشاكل في الام الظهر او خلافه. لا النهارده باذن الله الفكره دي هتريحنا كتير 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 كتير. وانتي واقفه هتخلصي شغل البيت كله، هتحطي زي ما بقولك العصايه كده وبعدين هتركبيها، وبعدين تبلي دي في الطبق او الجردل اللي انتي حاطه فيه الرابسو او الصابون السائل او المعطر، وهتبداي ان انتي تمشي بيه على السجاد وتدعكي بيه، هيلم معاكي وبره. عايزه اقول لكم ان الليفه دي بتلم معاكي شعر، بتلم معاكي وبره، بدليل ان انتي لما بتاخدي بيها شاور بتلم معاكي شعر. لو انتي مثلا نزل شعر من شعرك وانتي بتاخدي الشاور، هي برضو بيلزق فيها، فهي جميله جدا. وبعدين عمليه قد ايه بترغي معاكي الرغوه. طبعا الناس اللي بتستخدم الليفه دي في الشاور عارفين ان هي بتعمل رغوه جميله جدا، اكتر من رغوه الليفه العاديه كمان. فطبعا هي هتشتغل معاكي في الرغوه حلوه قوي، هتظبط معاكي السجاد رايح جاي من غير ما توطي ولا تعملي اي مجهود. طيب النهارده برضو لو عايزين نستخدم نفس الفكره دي في دعك السيراميك، السيراميك اللي هو الحيطه بتاع المطبخ او الحمام، هنعمل ايه؟ فكره جميله جدا برضو هقول لكم عليها بنفس الليفه كده. يعني لو حبيتوا ان هي تبقى يعني تشتغلوا عليها كده وكده، يعني هتبداي ان انت تخلعي او تعملي بقى واحده لكده وواحده لكده، واحده للسجاد وواحده للمطبخ زي ما انا هعملها لك دلوقتي، او لسيراميك المطبخ. بتعملي ايه؟ بتجيبي السلك ده، انتوا طبعا كلكم عارفين السلك ده سايب، بيتباع سايب عند العطار وعند المحلات اللي هي التنظيف، ادوات التنظيف اهي زي ما انتوا شايفين. بتجيبي بقى بالكميه مثلا بجنيه، ب2 جنيه، ب3 جنيه، على حسب ما انت عايزه. هو بيتباع بالكيلو او بالربع برضو. بتعمليها جزء طويل كده على قد راس المساحه مثلا، وبعدين بتشبكيها مع الليفه كده، وبتبداي ان انت تدخليها، يعني بتركبي الليفه برضو بنفس الطريقه. يعني بصوا كده معايا، بتدخلي السلك كده اهو. عفوا انا هلبس جوانتي عشان طبعا السلك يعني ما يعورنيش او كده، زي ما انتم شايفين اهو. بصوا طبعا السلكه دي بيبقى فيه رايش فيها ممكن يعور الايد، فيستحسن لما تيجي تستخدمي السلك السايب ده ان انت تبقي لابسه جوانتي. هتبداي تدخلي السلكه كده في اي حلقه من حلقات الليفه اهو زي ما انتم شايفين، وبعدين وتدخليها برضو من حلقه في النص في الليفه، وتطلعيها من الناحيه التانية اهو زي ما عملنا في المساحه بالظبط اهو، وتطلعيها من الحلقه اللي هي بعديها، بحيث ان برضو يعني مش لازم كل الحلقات، لكن على قد ما تقدري عشقي او اشبكي السلكه في الليفه نفسها عشان تبقى معاكي كويسه. طبعا احنا عملناها اهو زي ما بقول لكم كده مع بعضها، السلكه مع الليفه. خلاص كده هنبدا ان احنا ندخلها في المساحه زي ما عملنا في الفكره الاولانيه بتاعه دعك السجاد على الناشف اهو. هنبدا من النص من هنا، ندخل بقى ايه، ندخل المساحه، راس المساحه كده في الحلقات بتاعه الليفه، وكده كده الحلقات بتاعه الليفه ايه شابك فيها السلك. تمام اهو، نسيب حلقه وندخل في حلقه. تمام كده، بصوا معايا كده، ومن الناحيه التانية اهي اهي انا كده دخلت برضو الليفه تاني حلقه وحلقه، وفي الاخر الرباط بتاع الليفه اهو هبدا ان انا اطلع بيه على الرقبه بتاعه المساحه، ومن الناحيه التانية كده نفس الحكايه. انا كده ضمنت ان الليفه بتاعتي طبعا مش هتقع زي ما عملنا الفكره الاولانيه، وكمان السلكه اللي انا دخلتها في الحلقات بتاعه الليفه زي ما انتم شايفين اهي اهي كده بقت متعشقه معايا في حلقات الليفه. طيب ده هيفيدنا بايه؟ هيفيدنا ان احنا لما نيجي ندعك السيراميك، خاصه سيراميك المطبخ بيبقى عليه دهون كتير مطرح الطبخ والشوي والقلي وهكذا. فطبعا ده هيساعدنا ان احنا لما ندعك السيراميك، اولا دي هتشيل معانا دهون كتير، ثانيا طبعا الدهون الصعبه جدا اللي احنا بيصعب علينا دعكها بالايد بقى، والكيماويات اللي بتمسك ايدينا وبهدلتنا ووقفتنا على سلم خشب او يعني سلم جوه المطبخ او كرسي عالي، كل ده انسيه خلاص. وانتي واقفه مكانك هتبداي ان انتي تركبي هنا ايد المكنسه او ايد المساحه
وبعدين هتبلي الليفه دي في الكلور او في المنظفات بتاعتك اللي انت عايزه تعملي بيها جدران المطبخ او جدران الحمام، وهتبداي ان انت تشتغلي وترفعيها فوق وتحت كده على حسب ما انت بتدعكي. هتشيل معاكي طبعا الدهون بطريقه جميله جدا وسهله جدا وداعا للتوطيه. طبعا السلكه دي ما بتتحطش في الفكره الاولانيه اللي هي فكره السجاد، احنا بس في السجاد عشان هنحط الليفه دي عشان ده ما ينزلش في السجاد ويعور حد لا قدر الله، هنعمل بس ايه الليفه دي. لكن في السيراميك هنحط السيراميك، فاحنا بنحط طبقه السلك دي عشان تشيل معانا اصعب دهون من على الحيطه. كل طبعا ده واحنا واقفين في مكاننا، مش هنحتاج بقى كرسي ولا هنحتاج سلم في المطبخ عشان نطول الدهون العاليه. احنا هنعمل كده طبعا بعد ما هنركب يد المساحه هنا، هنعمل كل ده واحنا واقفين خلاص، وداعا للزحلقه في المطبخ، وداعا لمسك الكلور والكيماويات والجاز وخلافه على الحيطان بايدينا، وداعا لمسك السلك ده بايدينا. طبعا لا خلاص ان شاء الله باذن الله الفكره دي هتريحنا كتير. الفكره دي حصريه يا جماعه، يا رب يكون الفكرتين عجبوكم. هقوم دلوقتي اعمل لكم كام صوره كده عمليه على الحيطه وعلى الارض عشان تشوفوا معايا المنظر تتخيلوه. طبعا عايزه اقول لكم برضو ان الجزء بتاع المساحه ده هيساعدنا كتير ان هو يسحب معانا اي ميه او اي سوائل موجوده على الحيطه اثناء دعك السيراميك اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا حبايبي برضو اللي ممكن يسألوني طب هل تنفع الفكرة دي في أرض الحمام؟ طبعا طالما سيراميك استخدمي السلكة مع الليفة، لو حابة تستخدمي الليفة برضو لوحدها مفيش مشكلة، لكن طالما سيراميك وحاجة مش هنقعد عليها زي السجاد، ضيفي السلكة دي مع الليفة هتنجز معاكي وهتطلع معاكي أصعب دهون وأصعب يعني أتربة أو دهون أو يعني أتربة موجودة أو اتساخات موجودة في أرض الحمام أو في المطبخ أو السيراميك بتاع الحمام أو المطبخ. ممكن كمان بتستخدميها لسيراميك الشقة كله حتى الأوض، لو حاسه ان انت عايزه تنجزي يعني وعايزه ان انت عندك دهون او عندك تراب لازق في الارض، ممكن بتستخدمي السلكه مع الليفه، وممكن الليفه لوحدها تنجز معاكي جدا. النهارده زي ما قلت لكم شغلنا كله كان على الواقف، ما تعبناش خالص ولا وطينا ولا طلعنا على سلم ولا كرسي. يا رب يكون الفكرتين عجبوكم، هعرف من التعليقات واستنوني في افكار تانية كتير. كانت معكم مروه من قناه سوبر مروه زهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.